طيب الآن نجي لشوربة الدخن. الله يسلمكم. أضفت زيت الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا بصل مقطع ناعم، ونقلبه شوي لين يذبل. طبعا خلوه شوي. أوضح لكم، تقدرون تستخدمون مع الشوربة هذه، شوربة الدخن، صدور الدجاج، قطع اللحم، شيء راجع لكم. تبونها كذا صحية 100% بدون بروتين كفاية، لأن أصلا الدخن غني بالبروتين. فلذلك عاد اللي حابب يضيف معها قطع اللحم أو الدجاج يسلقهم جانبيا ويتركهم، يقطعهم قطع صغيرة ويسلقهم ويضيف مرقتهم للتسبيكة هذه. بعد كذا يضيف قطع اللحم أو قطع الدجاج. توضيح فقط. ذبل معنا شوي البصل، نضيف فصين ثوم مهروسة زيادة فوائد ونكهات بعد. الآن عندي طماطمتين قشرتهم، أفضل تقشرونهم عشان ما يكون في قشر، وطحنتهم طحن ناعم. بسم الله. شوربة صحية صحية صحية، سووها للأطفال لكبار السن، بس اللي عندهم حساسية من بعض المأكولات يحذرون، لأن بنتي عندها حساسية، هذه تحمرت مرة. بنتي عندها حساسية عموما من البيض وما البيض وكذا، تحسس منها للأمانة. لكن اللي عندهم حساسية الجلوتين ما له دخل، لا. حساسية الجلوتين تختلف تماما عن حساسية البقول، فبنتي عندها حساسية البقول. نضيف سيقان الكرفس. سيقان الكرفس برضو من سبحان الله النباتات اللي فيها فائدة لنقصان الوزن وتعطي نكهة. الكرفس شيء المفروض يكون أساسي في وجباتكم دائما، حتى لو أكلتوا كذا سيقانة مرة لذيذة. أنتم لو تلاحظون مطاعم، أغلب المطاعم بالذات الستيك، ليش؟ لأن فيه دهون كثيرة، قطع لحمة البقر أو العجل فيها دهن كثير، فلذلك يضيفون مع الستيك سيقان الكرفس لأنها تحرق الدهون. يعني زي اللي يقولون أكلتوا قطعة لحمة كلوا بعدها سيقان الكرفس عشان تخفف شوي من الدهن الموجود بالستيك. الآن راح أضيف التوابل اللي هي فلفل أسود، كمون، كركم. أنا شيء أساسي عندي الكركم، ملح. إضافة الماجي اختيارية، ماجي مكعبات، ماجي أبيض، اختيارية وليست إجبارية. يعني تقدرين تستغنين عن الماجي نهائي، تكتفين بمرق الدجاج أو بدون. خليها شوي تتسبك. طيب الآن تسبك معنا الطماطم مع التوابل. راح أضيف 3 أكواب ماء فاترة من الصنبور، مو ساخنة، انتبهوا لا تضيفون ساخن. ليش؟ لأننا بنضيف كوب من الدخن، ولو أضفنا الساخن راح يتكتل معنا. منين؟ موية من الصنبور، بنضيف كوب من الدخن على 3 أكواب موية. إذا احتجنا موية راح نضيف بعدين. ضروري تضيفون موية من الصنبور، ما تكون ساخنة. بس خلاص كذا تمام التمام، عشان نضمن ان الدخن ما يتكتل معنا. خلاص ذاب بالمويه الفاتره، ننتظره يطبخ. شوفوا قوامها لسه الان مويه فاتره. خلاص اهم شيء تاكدنا ان الطحين الدخن ما تكتل معنا. ننتظر لحد ما يغلي، نشوف اذا كان قوامها ثقيل اضفنا ربع كوب، نص كوب، عاد على حسب الحاجه. لا والله قوامها ممتاز اكتفينا. خلاص نتركها تغلي ونشوف. على فكرة ضروري التقليب لين تغلي عشان ما يسقط الدخن تحت ويحترق معنا، لأنه طحين. انتظر تغلي. طبعا قصرت النار شوي، حركها لين تغلي عشان ما يسقط وتصير ثقيلة ويحترق بالقاع. شوفوا بدت بالغليان، واضح قوامها ثقيل. احنا ضفنا 3 أكواب، الآن أضيف رابع الكوب الساخن. عادي الآن تضيفون ساخن ما عندكم مشكلة. يعني 4 أكواب ماء على كوب من طحين الدخن. خلاص كذا القوام جميل. نتركها تغلي على نار هادية، أخذ لها 5-6 دقائق بس، ونرجع لشوربتنا. ما شاء الله تبارك الرحمن. الريحة
قوامها زين. العاد اللي يبيها أخف من كذا يضيف نص كوب، لكن أنا أشوفها قوامها جدا ممتاز، تملى البطن، تشبع يعني. عرفتوا ايش معناه تشبع؟ خلاص هذه وجبة، هذه فطوري. خلاص الآن طفيت على النار، راح أضيف أوراق الكرفس لأنه ما يبي لها طبخ، بس تعطي نكهة بالأخير. نترك شوي للزينة، تعطيها الأوراق مرة نكهة بعد قوية، بس هذا نضيفها بالأخير. سكرها واتركها إن شاء الله لين وقت الإفطار. هذه وصفاتنا لليوم. من دقيق الدخن سوينا الكيك والشوربة. ما شاء الله تبارك الرحمن. ونحتسي الشوربة معكم. بسم الله. أكثر من رائعة، لذيذة لذيذة مرة لذيذة. طبعا احنا من عشاق الليمون، كل حاجة نعصر عليها ليمون. ضرب عيني.